دكتور، ممكن اعرف يعني ايه توسيع القناه العصبيه وبيتعمل ازاي؟ بص، في فيديو مفصل انا كنت شارحه. قلب في الفيديوهات بتاعه الصفحه هتلاقيه انا شارحه حتى على ماكيت عظام يعني. طيب بس خلينا نقول ببساطه، القناه العصبيه دي عامله كده، دي الماسوره اللي العصب ماشي جواها. احنا بنخش من فتحات صغيره نفتح الاجزاء من القناه العصبيه دي، اللي بيبقى عنده مخارج الاعصاب اللي بتطلع منها الاعصاب اللي بتنزل تغذي الرجلين. طيب انت كعيان الموضوع عشان تتخيله، تخش اوضه عمليات بتاخد بنج، عمليه بسيطه نص ساعه، ما بنحتاجش فيها لا مسامير ولا شرايح ولا دعامات. بنقدر من الفتحات الصغيره، فتحه صغيره يعني قد كده عشان برضو الناس بتتخيل الموضوع فتحه صغيره اللي هي حاجه كبيره يعني. فالفتحات دي نقدر نوسع منها القناه العصبيه. طيب بتحرك امتى بعد العمليه؟ مجرد ما بتفوق من البنج بتقوم تتمشى 3 4 ساعات وتقوم تتحرك. بتخرج امتى من المستشفى؟ يا اما يوم العمليه يا اما تاني يوم الصبح، للاطمئنان عليك. يعني لو عيان فت يعني ما عندوش مشاكل صحيه عشان التخدير والكلام ده، بنخرجه ليله العمليه. لو عيان كبير في السن شويه بنقعده بس عشان خاطر التخدير، مش عشان خاطر التوسيع القناه العصبيه نفسه. بس اجراء بسيط، بتصحى من العمليه بتلاقي الرجل اتحسنت. والاحسن بقى ان كل ما بيعدي وقت بعد العمليه كل ما التحسن بيزيد. بالظبط زي ما تكون عندك ارض بور انت قافل عليها المحبس بتاع الميه، احنا فتحنا المحبس، فبالتدريج الارض بيوصل لها الميه اللي رايحه لها، فبالتالي تبدا تزهر وتطلع ورد مع الوقت. فاحنا نفتح القناه العصبيه، نفتح الضيق اللي على القناه العصبيه، العصب بيتحسن مع الوقت. كل ما العيان بيعدي وقت كل ما بيتحسن، لان احنا حلينا اصل المشكله. فده باختصار شديد يعني ايه توسيع القناه العصبيه. في تفاصيل طبيه بقى كتيره، قلب في الفيديوهات القديمه هتلاقيني شرحها. الف سلامه على حضرتك. افتكر دايما الامل موجود. سلام عليكم.